يومك بيتكرر هو كل يوم. تصحى تمسك الموبايل، تتفرج على ريلز، تسكرول، بعدها شورتس، بعدها فيديو، بعدها ستوري، وفجأة تلاقي اليوم خلص من غير ما تعمل أي حاجة حقيقية. الناس اللي بتضيع آلاف الساعات في الريلز والشورتس مش واخدين بالهم إنهم عايشين حياة بديلة لدرجة إنهم انفصلوا عن حياتهم الواقعية. بس السؤال هنا، عمرك فكرت إنك كده مدمن؟ مش مخدرات ولا كحول، مدمن سوشيال ميديا. أيوة، إدمان حقيقي. بس الفرق هنا إنه مش بيضيع صحتك، بيضيع عمرك كله. كلنا أول ما نسمع كلمة إدمان هتروح على المخدرات، الخمرة، قمار. بس عمرنا ما بنفكر إن الموبايل اللي في إيدينا 24 ساعة ده، مش هبالغ لو قلت لك إن هو جايز يكون أكتر خطورة من الباقي كله. تعال نعمل اختبار بسيط. لو بتفتح الموبايل أول ما تفتح عينك الصبح، من قبل حتى ما تقول لحد صباح الخير، لو بتتفرج على ريلز قبل ما تنام وتلاقي نفسك الدقيقة بتتحول لساعات، وبعد كل فيديو تقول فيديو كمان، فيديو واحد كمان، طب آخر فيديو، وتلاقي نفسك بعد ساعة ولا ساعتين لسه ماسك الموبايل زي ما انت، فانت للأسف مدمن سوشيال ميديا. والمشكلة الأكبر إن أنت مش هتحس إن ده إدمان بالمعنى، وإنك هتلاقي اللي حواليك كلهم تقريبا بيعملوا نفس اللي أنت بتعمله ده بالظبط، وهتلاقي نفسك بتبرر لك إن أنت كده مش مختلف، أنت عادي طبيعي.